حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى الاتنين صايمين طبعا، بمناسبة رجب، كل عام وانتم بخير. فقلت بقى النهاردة هنزل كده اجيب فطار كويس علشان اللي في البيت عندي صايمين. فتعالوا نشوف هنعمل فطار ايه. شايفين اللحمة وجمالها؟ الجزار انا مرضتش اخليه ان هو يقطعها لي، قلت انا اقطعها القطع اللي انا عايزاها. ده كيلو لحمة. اللحمة يا جماعة ب240 جنيه. أنا مش عارفة فيه إيه، ربنا يرحمنا برحمته. فأنا هأكلهم كيلو اللحمة النهاردة كله أبدا. عشان كده أنا قلت للجزار أنا اللي هقطعها جزء هيبقى النهاردة، وجزء إن شاء الله هيبقى لبكرة. أنا هعمل بعددنا كده النهاردة، وهعمل برضو بعددنا بكرة. هقطعها والتقطيعة كبيرة حلوة بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. وهخليها تكفيني يومين، علشان النهاردة الاتنين، وعندي يوم التلات دوت بيبقى يوم صعب جدا، نزول وطلوع ومشتريات وخضار وحاجات كتير بجيبها، واطلع كمان اعمل اكل، بيبقى يوم صعب عندي جدا. فانا استغليت الموقف النهاردة بقى وقلت ايه، خليني اعمل اكل النهاردة، يبقى عندي اكل النهاردة وبكرة. انا بقى هنا حاطة معلقتين سمنة علشان هعمل كوسة. كده حطيت البصل بتاعنا. انا البصل بحب ان انا اديله تشويحة، مش بحمره ولا بصفره، لا يا دوبك بس ايه تشويحة في السمنة كده. وهنا معايا المية هي زي ما انتم شايفين، معايا جزر ومعايا طماطم ومعايا بصل، ومعايا هنا بقى التوابل، معايا 7 بهارات وتوم بودر وبصل بودر وفلفل اسمر. حيقت كده الشوربة بتاعتي، الدنيا تمام. حط بقى اللحمة الجميلة دي بسم الله ما شاء الله عليها. هحطها بقى كده، وزي ما قلت لكم احنا مش هناكل اللحمة دي كلها النهاردة، لا هخلي جزء النهاردة وجزء لبكرة. الحاجة غالية، وزي ما قلت لكم بكرة مش فاضية، اليوم عندي صعب جدا. فيما يبقى عندي اكل كده في التلاجة يا دوبك على التسخين، الواحد دماغه بتروق. رغم ان هم عيالي ما بيحبوش كده، بس الايام دي انا عودتهم على كده. انا حطيت شوية ملح وشوية فلفل كده على البصلة، واديهم تقليبة، وحط عليهم عصير الطماطم كده، شوية الفلفل همت علشان يطعموا لي البصلة. وزي ما قلت لكم كده هحط بقى الطماطم عليها واسيبها ايه تتسبك شوية، مش التسبيكة اللي هي لأ، 3/4 تسبيكة كده. وبعد كده هحط بقى الكوسة عليها. بس انا شايفة ان الحلة دي كبيرة على الكوسة، والبصل كتير جدا والطماطم كتير. فان شاء الله كده اول ما تتسبك هنقلهم في حلة صغيرة، واحط الطماطم على قديها. القوطة بسم الله ما شاء الله حمراء. عايزة اقول لكم القوطة جميلة جدا اليومين دول، يعني هاتوا خزنوا وهاتوا سبكوا، ما تكسلوش. والقوطة تمنها كويس جدا، يعني البرنيكة انا جبتها ب100، دلوقتي بقت ب90 وب80. مش كل البياعين زي بعضيها، بس حاولوا تجيبوا، لان القوطة فعلا خسارة خسارة ان انتوا ما تجيبوش وتخزنوا طماطم. الله اعلم الايام الجاية هتبقى زي ما هي ولا هتغلى. فاحنا نلحق نفسينا بدل الطماطم سعرها كويس ان احنا نجيبها. عايزه اقول لكم ان انا فجاه كده لقيت العصر بيدن، ولا كنت نزلت ولا طلعت ولا جبت اي حاجه، نزلت بسرعه جبت الحاجه. وزي ما انتوا شايفين كده بعبايتي وطرحتي، ووقفت في المطبخ وقلت اخلص الاكل الاول وبعد كده ربنا يعدلها. انا نزلت جبت الكوسه ديت، جبتها ب5 جنيه، بصوا صغيره وجميله جدا. استغربت لسعرها. لسه كانت اول امبارح كانت الكيلو ربع ب10 والكيلو ب10، فالنهارده لقيتها ب5. ربنا يصلح الحال ويرخص الحاجة، امين يا رب العالمين. وان شاء الله نتفائل الايام الجاية بحق الايام المفترجة ديت، ربنا يرخص الحاجة يا رب. طبعا انا زي ما قلت لكم انا الطبيخ مش ميالين ليه قوي، بس انا بعشق حاجه اسمها طبيخ، بس عيالي يحبوا النواشف.
فهي ما بغيب على الطبيخ عنهم الطبيخ بيتاكل، يعني مش بيقولوا لا، لا بالعكس بياكلوه ويحبوه ياما بيغيب عنهم. زي ما انا قلت لكم كده بقى، نقلت الكوسه في حله صغيره، لان انا شايفه ان دي كبيره قوي كده على الكوسه. فانا كده هديها تقليبه مع الطماطم وهسيبها على البوتاجاز، يعني نقول 5 دقايق بس كده قبل ما احط الشوربه، ان هي تاخد غلوتين بس كده في الطماطم. انا بحبها كده بصراحه. وبعد كده هحط الشوربه عليها. هعمل ايه بقى جنبيهم؟ هعمل قلقاس انا مفرزاه من السنه اللي فاتت في التلاجة، فطلعته. وهعمل شويه رز بشعريه كده. انا كده حاطه الحله ديت، قلت بقى اعمل فيها الرز. فهعمل يعني حبه صغيرين جدا علشان مش عايزه يبات من الرز عندي، عشان بكره اعمل ان شاء الله رز جديد. يعني انا النهارده هعمل رز بشعريه، بكره ان شاء الله ان عشنا هعمل رز ابيض او رز واحده وواحده، بحيث ان انا اجدد في الاكل كده. بقى الكوسه بتاعتنا بصوا بتبكبك. ف فانا بقى ايه، هنغير برضو في الاكل بتاع بكره، يعني هنغير الرز، هنعمل رز ابيض، وبدال ما هنحط مخلل النهارده حطينا مخلل، بكره نعمل سلطه. فهنعمل برضو شويه تجديدات ان شاء الله برضو على السفره، بحيث ان العيال ما يقولش ايه اللي احنا الاكل البايت كلناه. زي ما انتوا شايفين اهيت معايا القلقاس بيغلي، وادي بسم الله ما شاء الله كوسه زي الفل معانا، وادي اللحمه شغال عليها. وخلصنا طبخنا. ادي شويه المكرونه اللي انا قلت لكم باقيه عندي، انا هحطها كده بشوربه على الاكل، عشان حرام ان احنا نرمي حاجه. انا كده شطبت مطبخي وظبطت الدنيا، واكل خلص والدنيا تمام. ادي بقى كان فطارنا النهارده. المغرب أدن الحمد لله، وربنا يتقبل صيامنا ودعواتنا ان شاء الله.